عادات طنجة القديمة وحرص الأهالي الحفاظ على أعراضهم وأنسابهم على عكس بعض المناطق الأخرى. جاء في كتاب المساوئ الوقتية لمحمد بن عبد الله الموقت سنة 1911: وبالجملة من زمن الغرائب والعجائب ما يقع من فساد النسل بسبب الأولاد المراهقين المستخدمين لأجل قضاء الحوائج المنزلية من سقيا الماء أو إتيان حاجة. وأضاف المؤلف: وزد على هذا المنكر المستخدم بالفران الذي يأتي بالخبز للدور. انتهى كلام ابن الموقت. في مدينة طنجة كان عكس، حيث أن الطراح كانت تفرض عليه مجموعة من الالتزامات كالصراخ عاليا قبل دخول الأزقة للبحث عن ما يعرف بأوصال الخبز، ويبدأ بإطلاق صوت محدد ومعين، فإن وجد باب المنزل مفتوحا يصرخ دون الدخول ويقول بلغة زمانه خامريو. أما إذا كان الباب مقفلا فإنه يضع فمه دون عينه أيضا في فتحة مفتاح الباب ويقول عياو. أما بعدما تطهى الخبز فإن الطراح يأخذ الوصلة ويقف جانبا من الباب ويصرخ عاليا بعياو أختي. وهنا نجد أن كل اتصال للطراح بالأهالي يكون علنا بواسطة الصراخ والصوت المرتفع، وكل صوت يدل على معنى محدد ولا يحق له في دق الباب من الخرصة. أما بالنسبة لسقيا الماء، وهي من المهن الخطيرة التي كانت تتطلب دخول السقائين للمنزل بعد جلب صفرة الماء من أجل وضع الماء في الجرار الكبيرة التي نسميها بإطن دلمة. ولحساسية هذه المهنة فقد جعل أهل طنجة هذه المهنة خاصة بالنساء دون غيرهم بجلب الماء من الآبار والسقايات العمومية، إلا في حالات نادرة جدا بجلب المياه من الآبار البعيدة عبر بعض البراميل الخشبية التي كانت تسمى بالبوطة. أصدقائي، حلقتنا اليوم انتهت. ألتقيكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله. إلى اللقاء.